انا هقول لكم على اسئله من اكتر الاسئله اللي بتتسال لي على الانبوكس او لما حد بيقابلني حتى في الشارع في اي حته بروحها، انه هو انت بتعملي ايه في العياده؟ لما بقول لهم ببدا اقول بعمل ايه في العياده، ايه ده انا ما كنتش اعرف، ده انا كنت فاكر مش عارف ايه، طب مش تقولي ايه؟ اديني عايزه اقول اهو بقى عشان الناس اللي مش عارفه انا بعمل ايه في العياده. العياده بتاعتنا هي عياده طب جنسي. تمام. الطب الجنسي يعني كل ما له علاقه بالوظائف الجنسيه عند الرجل او المراه اللي بتضايقهم في علاقتهم الجنسية. بما ان العلاقة الجنسية نفسها هي اللب بتاع العلاقة الزواجية، فبالتالي عندنا برضو المسألة المتعلقة بالعلاقة الزوجية، يعني في التعاملات، في عدم التفاهم، في عدم التواصل، أسباب الخلافات. الحاجات دي كلها برضو موجودة، لأنها هي العلاقات الزوجية كلها يعني منفذة على بعضها. من ضمن الحاجات اللي هي بتجيلنا شكاوى كتير منها الضعف الجنسي عند الرجال. النهارده انا هتكلم عليها في يعني في سرعه شديده جدا، في عجاله. الضعف الجنسي يعني يا جماعه اهو ده الاكزامبل بتاع جسم الراجل، الحوض بتاعه، الاوعيه الدمويه اللي هي الوعاء الدموي الاساسي ده بيودي الدم المفروض في منطقه الحوض كلها، لا ده مش بيشتغل كويس. تفاصيل بقى في فيديوهات قادمه ان شاء الله، ونقول بنعالجها